الجندي قص الصورة بسكين صغير، ثم أخرج التصريح من الدرج ولصق الصورة عليه. بعد ذلك نسخ الختم الرسمي من الوثائق دون أن يترك أي أثر. تسلل إلى مكتب القائد واستخدم قلما لفتح الخزنة، ثم أخرج الختم وطبع به على التصريح. بصفته جنديا كوريا شماليا، كان مصمما على الهروب إلى كوريا الجنوبية، لكنه عندما خرج راكضا كان هناك حارسان يحدقان فيه. تقدم نحوهما مباشرة وقال إنه جاء ليطلب المنظار. كانت المنطقة محاطة بأبراج مراقبة ودوريات، والمخرج الوحيد كان البوابة الرئيسية للمعسكر. في تلك اللحظة كانت الفرقة تقيم حفلة، وكان الطريق ممتلئا بالضباط السكارى. رأى سيارة أبوابها مفتوحة والمفاتيح بداخلها، فتوجه إلى قاعة الحفلة وأمسك بأحد الضباط السكارى عشوائيا وساعده على ركوب السيارة. أنزل قبعته على وجهه وقاد السيارة نحو البوابة، وعندما رأى الحراس قائد الفرقة داخل السيارة أدوا له التحية، فغادر المعسكر دون أن يشك أحد في أمره. بعد مسافة أنزل الضابط بجانب الطريق، لكن أثناء توجهه إلى كوريا الجنوبية صادف قافلة عسكرية، والأسوأ من ذلك أن خزان وقود سيارته كان على وشك النفاذ، فاضطر إلى التوقف جانبا. وفي اللحظة التالية كانت القافلة تقترب منه. ترجل من السيارة وأخرج التصريح، لكن الضابط لم يصدقه، لأن جميع المركبات العسكرية تكون مملوءة بالوقود مسبقا. فمن الغريب أن يقود جندي سيارة ضابط، وفوق ذلك كان بمفرده. بدا كل شيء مريبا. أراد الضابط الاتصال بقيادة الفرقة، لكن الجندي ادعى بسرعة أنه من قسم الأمن، وأنه في مهمة سرية بأمر من قيادته لتسلم أسير. لم يكن أحد يعرف بهذه المهمة سوى عدد قليل، وبما أن الضابط كان المسؤول فقد كان مطلعا عليها، وكان الأسير محتجزا فعلا هناك، ولم يكن يتوقع من جندي عادي أن يعرف بهذه المعلومات. لذا لم يكن هناك سوى احتمال واحد، أنه فعلا من قسم الأمن. فدعاه الضابط إلى العودة للقاعدة وملأ له خزان الوقود. في الحقيقة كان ذلك الأسير صديق الجندي المقرب، وكانا قد خططا للهروب معا، لكنه ألقي القبض عليه بالصدفة. وبهذه الطريقة لم ينجح الجندي في إنقاذ صديقه فحسب، بل هربا سويا من كوريا الشمالية.